هقول لك على 3 حاجات يساعدوك ان انت تلم الكيمياء العضويه وتذاكرها كويس وتحل مشاكلها كلها، وان شاء الله باذن الله تقفلها اخر السنه. واقول لك على غلط انا وقعت فيه بالرغم ان هو خطا تافه جدا، ولكن للاسف نقصت بسببه 3 درجات. فخلي بالك من الحاجات دي وركز في كل كلمه هقولها. اولا يعني السلام عليكم ورحمه الله، نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه معانا ودي مهمه جدا، العضويه مش بتتذاكر بالتجزيء. بمعنى انا خدت اول درس وحليت عليه وذاكرته كويس والدنيا معايا تمام، ما ينفعش اروح اذاكر تاني درس وانا عندي ضربات ومشاكل في الدرس الاول. ما ينفعش ان انا اروح اذاكر الدرس التاني وانا ناسي الدرس الاول ومش عارف بيتكلم عليه. العضويه قطعه واحده لازم تتذاكر من الاول كويس جدا وتذاكر بالترتيب كويس جدا. برضو الدرس اللي تمسكه حل عليه ذاكره كويس قبل ما تروح الدرس اللي بعده، ولما تروح الدرس اللي بعده تاكد ان انت لامم القديم كويس جدا. بقول لك كده ليه؟ لان ببساطه اسئله الامتحان بيجيب لك مركب يقول لك هات لي منه مركب تاني، ممكن المركب اللي هو عاطيه لك ده يبقى موجود في الدرس الاول والمركب اللي هو عايزه في الدرس الاخير، وده طبعا اللي بيحصل. فانت ان ما ذاكرتش بالترتيب والتركيز وحليت كويس وقفلت كل حاجه قبل ما تروح الدرس اللي بعده هتواجه مشاكل كبيره جدا. تاني حاجه هتساعدك في الكيمياء العضويه وخاصه في الحل. انا بلاحظ ان في ناس مثلا ممكن تبقى قاعده بتحل مساله تروح ماسكه تروح قاعده كده وتقول لك انا معايا البروبان عايز اجيب منه البنتان، طب اعملها ازاي دي؟ وقاعده تفكر. مفيش حد بيحل كده. الكيمياء العضويه بتتحل بالقلم. القلم معاك، الكراسه قدامك والورقه قدامك، اكتب انا عايز البروبان، رمز البروبان كذا. طبعا هو هيجيب منه البنتان او الهكسان، رمز الهكسان كذا، يبقى انا المفروض زودت كذا، طب عملت كذا، يبقى انا لازم ادخل مثلا على هدرجه، لا ده انا هشيل O2، ده انا هحط O2. فاهمني؟ فالفكره ان انت تحل بالقلم، اوعى تفكر ان انت تحل عضويه بدماغك كده وعلى الطاير والكلام ده، لا خالص. الكيمياء العضويه بالذات لازم تحلها بالورقه والقلم. وزي ما قلت لك ده خطا انا وقعت فيه، كان عايز عدد مجموعات تقريبا الاو او الاو اتش على ما اعتقد، يعني كان طالبها في الامتحان يعني. فانا في دماغي كده جت حل المساله ورحت علمت طلعت بره لقيتها غلط، لان انا لو مسكت القلم وكتبت كويس اكيد كنت هحل صح واطلع الاجابه صح. فركز واستخدم القلم. صدقني الملحوظه تبان بسيطه، ولكن انت لو ركزت فيها وحليت بالقلم هتلاقي ان انت لما بتكتب بتبين الافكار قدامك، وده هيساعدك ان انت تلاقي مفتاح حل السؤال. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا، لو انت مش عارف تحل كيمياء عضويه اعمل زي العبد الله ما عمل. طبعا بالاضافه ان المستر كان بيساعدني بصوره كبيره جدا في حل المسائل، ولكن انا مع نفسي كده كنت بروح اجيب مدرسين يوتيوب بتحل كتاب الامتحان، بتحل كتاب الوافي، بتحل كتاب مندليف، علشان اعرف بيطلعوا الافكار ازاي، بيرتبوا الاسئله ازاي. فده بيساعدني بصوره كبيره جدا ان انا اقدر احل الاسئله. بسمع ايا كان اللي بيشرح، يعني مدرس بقى، طالب، دكتور، ايا كان اللي بيشرح الاسئله بتاع الكتاب ده، وافهمها كويس جدا واروح اجيب افكار مماثله ليها او مشابهه ليها وابدا احل عليه. صدقني انت لو ذاكرت الماده بالترتيب وبتركيز وحليت عليها، ومش لازم تحفظ وتبصمج والكلام ده. تاني حاجه قدرت ان انت تستخدم القلم وانت بتحل. وكمان تالت حاجه اللي قلنا عليها قدرت تشوف ناس بتحل قدامك علشان تقول لك انت بتطلع الافكار ازاي. صدقني انت بصوره كبيره جدا هتقدر ان شاء الله باذن الله بعد توفيق ربنا ليك ان انت تقفل العضويه. في اخر الفيديو حابب اقول لك ملحوظه بسيطه كده، الكتب ليها عامل كبير جدا، لان اوقات الكتب بتجيب لك نفس نمط الامتحان. وهسيب لك في الوصف اهم الكتب اللي تراجع منها وتحل منها في المراجعه النهائيه، لان هي دي اللي بيجي منها امتحان اخر السنه. وفي الاخر ما تنساش جروب التليجرام المعسكرات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، وانتظر الفيديوهات الجايه ان شاء الله.